صباح الخير، ازيكم؟ انا اسمي سلوى، والنهارده هنعمل اكله بسيطه ومن غير لحمه ومن غير فراخ، وبسيطه جدا وسهله. هي تنفع صيامي لو شلنا منها بس الجبنه. المكونات موجوده في كل بيت، او سهله ان هي تبقى موجوده في كل بيت: طماطم وبدنجان، بقدونس، بصل، وفلفل اخضر او فلفل الوان. هنبتدي بتقطيع البدنجان لحلقات تبقى مش رفيعه خالص، يعني سميكه شويه زي الحجم اللي انتوا شايفينه كده. نتبلهم بالملح كويس من كل ناحية، نتأكد كده ان احنا ندعكم في الملح ونسيبهم شوية على جنب علشان بس المرارة بتاعة البدنجان تنزل. نركنهم كده في الطبق لغاية بس ما نحضر بقية الخضار بتاعنا ونقطعه، وبعدين نرجع للبدنجان تاني. نقطع طماطماية متوسطة الحجم او 2 صغيرين. انا استخدمت كمان 2 بدنجان كبار، فالكمية اللي من الخضار هبقى محتاجاها: بصلاية مفرومة ناعم، حبة بقدونس برضو مفرومين ناعم، وزي ما قلت لكم طماطماية او 2 مفروم، يعني مفرومين صغير او متقطعين مكعبات صغيرة. نرجع دلوقتي للبدنجان. نزل المية بتاعته، هروح اغسله اشطفه كويس واصفيه من المية، وبعدين انشفه بمناديل. انا هنا برصه على صينيه، وفرشت الصينيه ببارشمنت بيبر بس علشان اسهل على نفسي غسيل الصينيه في الاخر، ما تبقاش يعني محتاجه دعك جامد. نجيب حبه زيت ونحط فيهم ملح فلفل وكميه كبيره من الكمون، علشان طبعا البدنجان الكمون بيمشي معاه كويس خالص. ندهن البدنجان بالخليط اللي احنا عملناه بتاع الزيت والكمون. نتأكد ان هو متغطي كويس بالزيت من الناحيتين، عشان هو ده اللي هيساعد في تسوية البدنجان في المرحلة الأولى. وندخله فرن سخنة تبقى اوريدي متسخنة على درجة 180 مئوية أو 350 فahrenheit. وعلى ما البدنجان يستوي في الفرن هنشتغل في تحضير الخضار بتاعنا. في طاسة سخنة هنحط الزبدة ونشوح البصل يعني لغاية بس ما يدبل شوية، وبعدين ننزل عليه بالطماطم، نديله تشويحة بسيطة يعني يدبل شوية، وننزل عليهم اخر حاجة بالفلفل الالوان او لو مستخدمين فلفل اخضر بس. نديله تقليبة، والموضوع مش هياخد على النار اكتر من حوالي 5 دقايق 7 دقايق لغاية لما يوصل بالشكل ده. هو احنا مش عايزينه يتهري خالص لان هو لسه هيدخل الفرن. ده الشكل النهائي. نرجع للبدنجان، هو خلاص اتحمر على الناحية الاولانية، هنقلبه على الناحية التانية، وبرضو هندهن بالزيت اللي باقي عندنا اللي هو فيه الملح والكمون، ونغطيه كويس بالزيت وندخله الفرن يكمل تسوية على الناحية دي. يعني كأنكم بتقلوه بس من غير زيوت كتير، بنقليه جوه الفرن. وبنجيب طاجن او صينية فرن بنرص فيها حلقات البدنجان، وفوقيها خليط الخضار اللي احنا حضرناه. حطي بقى الكمية اللي تعجبك، عايزة تكتري الخضار تقلليه زي ما انت عايزة. بعدين رشة بقدونس، بعدين حطيت جبنة موتزاريلا، انا كنت يعني بشراها طازة. لو عندكم اللي هي مبشورة جاهزة برضو هتشتغل ماشي. لو مش عايزين تحطوا جبنة خالص، عايزين تعملوها صيامي او من غير جبن، برضو براحتكم. هنا بحط الحلقة التانية من البدنجان، وبراعي اني الحلقة اللي فوق بتاعت البدنجان واللي تحت يبقوا تقريبا يعني مماثلين في الكبر او في الحجم. يعني لو القطعة صغيرة يبقى اللي فوق واللي تحت يبقوا صغيرين، لو كبيرة تبقى اللي فوق واللي تحت كبار، عشان لما تمسكي القطعة على بعضها تبقى كأنها عاملة زي ساندويتش كده كبير، ويبقى فيه تناسق. هنا حطيت طبقة البدنجان التانية، وبعدين طبقة خضار وبقدونس، وكمان طبقة جبنة تاني، ودي بتبقى اخر حاجة على الوش هي الجبنة، علشان لما تدخل الفرن تسيح وتبقى شكلها حلو. بندخلها الفرن تاني اللي هي اوريدي سخنة على 180، وده بيبقى شكلها بعد ما الجبنة بتسيح. طبعا كل الحاجات اوريدي مستوية فهي مش هتاخد وقت. بصوا جميلة قوي وسهلة ومكوناتها بسيطة خالص، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، وبالهنا والشفا.